ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وتتفرجوا على الفيديو النهارده. كل سنه واخواتنا المسيحيين طيبين. الاعياد بتاعتهم قربت. النهارده هنعمل مع بعض فخدة خروف مشويه في الفرن بطريقه سهله جدا وطعم خرافي. حرفيا دايبه دوب. مش قادره اوصف لكم دايبه قد ايه. يعني مجرد ما بنحط فيها معلقه زي ما احنا شايفين كده بتتقطع في ثواني. بس الاول لو انتوا لسه مشتركتوش في القناه، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. ولو انت اول مرة تشوفني، اهلا وسهلا بيك في مطبخ روح الفرن. عندي فخدة خروف تقريبا وزنها حوالي 3 كيلو ونص. طبعا انا بجيبها من عند الجزار، هي متنضفة، ما خليتوش يقطعها ولا يعمل فيها اي حاجة زي ما احنا شايفين بالمنظر دوت. وجبت سكينة وبدأت اعمل فيها شقوق، يعني عميقة شوية، يعني مش من فوق الوش بس، لا اتأكد ان لما اقطعها بالسكينة كده الفتحة اللي فتحتها بتوصل لحد العظم، عشان لما اجي اتبلها التتبيلة توصل لحد العظم ما تبقاش من فوق الوش بس. عملت من الناحية من ظهرها وقلبتها على وشها وبعمل بنفس الطريقة برضو شقوق كتيرة كده، وبخلي السكينة توصل لحد ما تلمس العظم. بعيد تاني اهيت علشان اتأكد ان هي اتقطعت كويس او عملت فيها شقوق كويس عميقة يعني. عندي بعد كده التتبيلة اللي هتبلها بيها: معلقة فلفل اسود، معلقة بهارات، جنزبيل، حبهان بودرة مطحون، وقرفة وقرنفل. من كل حاجة حطيت معلقة، ومعلقة ونص ملح، ربع كوباية زيت زيتون أو أي زيت نباتي احنا نحبه، 3 معالق دبس رمان، ممكن لو ما عندناش دبس رمان نستبدله بليمون وعسل، بصلتين متقطعين 4 تربع، و5 فصوص توم مقسومين كل فص نصين. أول حاجة كده برش على اللحمة رشة ملح، بملح اللحمة كويس، ورشة فلفل أسود، وبحط كده في الفتحات اللي احنا عاملينها الملح والفلفل مع بعض، وادعكها كويس كده واعمل لها مساج كده واظبطها بالملح اللي احنا حطيناه. وبرضو رشة الفلفل نفس القصة، برش كده رشة الفلفل وبدعكها كويس في الفتحات كويس جدا وفي الفخدة كلها كده، وبحاولش ان انا اشيل الدهن لان الدهن دوت هو اللي هيحمر لي اللحمة وهو ده اللي هيديها الطعم. اكيد احنا مش هنعمل دايت واحنا بناكل لحمة ضاني. قلبتها برضو على ظهرها ونفس القصة، رشة الملح والفلفل، وبدخل ايدي كده في كل الفتحات اللي احنا عملناها عشان اتأكد ان الملح والفلفل دخل جواها خالص واتملحت كويس. ودي حركة مهمة جدا لان هي بتعزز الطعم، يعني ما بتخليش اللحمة يبقى كده ملهاش طعم، لا بتعزز الطعم وبتخلي بعد كده اي بهارات هحطها اللحمة تمتصها كويس. هسيبها بقى على جنب كده حوالي ساعة، وهبتدي احضر التتبيلة بتاعتي. حطيت كل البهارات اللي احنا قلنا عليها والملح وربع كوباية الزيت الزيتون، وضفت عليهم كمان دبس الرمان اللي احنا قلنا عليه 3 معالق كبار من دبس الرمان، بيخلي فعلا اللحمة تدوب، يعني بيساعد فعلا على ان اللحمة تستوي بسرعة وفي نفس الوقت بيديها طعم كده تحفة. بقلب بقى كده كويس جدا لحد ما يتعامل معايا كده زي معجون كده. وجبت بقى الصينية اللي انا هدخلها في الفرن، بحط كمية محترمة، كمية كويسة من الورق الفولي، من ألمونيوم فولي، وعليه ورق الخبز اللي هو ورق الزبدة، وحطيت الفخدة بتاعتي، وببتدي انزل بنص كمية الخليط بتاع البهارات اللي احنا عملناه، وادعك واحاول ان انا اوصل البهارات او الخلطة بتاعة التتبيلة للفتحات اللي احنا عملناها في اللحمة، يعني اتأكد ان اللحمة اتغطت كويس من جوه بالفتحات والحاجات دي. هقلبها برضو على ظهرها واحط بقية الكمية بتاعة البهارات او بتاعة التتبيلة بتاعتي.
جبت بقية الخلطة ونفس القصة. بصوا هي نازلة عاملة زي المعجون كده شوية، ده قوامها كويس جدا علشان تبقى لازقة على اللحمة، يعني ما تبقاش سايلة زيادة عن اللزوم لدرجة ان هي تقع من على اللحمة، لا انا عايزاها تلزق على اللحمة. ده شكلها بعد ما تبلتها، وهبتدي اضيف عليها الحاجات اللي احنا قطعناها، البصل اللي متقطع والثوم اللي متقطع حواليها كده. طبعا ده اختياري، ممكن تحطوا معاها جزر، ممكن تحطوا معاها بطاطس، تحطوا معاها اللي انتوا عايزينه براحتكم، بس البصل والثوم بيدوها ريحة حلوة جدا. وحطيت كده كام واحدة فلفل حامي او حار، ده برضو اختياري. وورق لورا، ورقتين تلاتة لورا. وهسيبها كده بقى، هقفلها كويس جدا جدا جدا، يعني احاول اني انا اكتم البخار فيها، ما احاولش ان انا اسيب فيها اي فتحة يطلع منها البخار. هغلفها كويس خالص بالألمونيوم والورق الزبدة، واتأكد ان هي اتغلفت كويس ومفيش فيها اي فتحات ينزل المية منها او يطلع البخار منها، لان هي احنا محتاجينها انها تستوي على البخار اللي هيبقى محطوط جوه الألمونيوم فولي. اتأكدت خلاص ان انا كده غلفتها كويس، هحطها اول ساعة على درجة حرارة 200، وبعد كده حوالي 3 ساعات على درجة حرارة 180. وبعد كده هنعمل الرز بتاعنا. في حلة حطيت فيها معلقتين كبار زيت ونزلت بلوز مقشر، طبعا ده اختياري، عايزين تحطوا لوز حطوه، مش عايزين مش لازم خالص. وبدأت كده ان انا احمر اللوز، واول ما يبقى لونه بدأ يبقى ذهبي بطلعه علشان ما يتحرقش مني، لان اللوز بعد كده بيكمل تحميره يعني بعد ما بيطلع من الزيت. حطيت معلقة كبيرة سمنة ونزلت عليها ببصلاية مفرومة، وهبتدي كده اقلب البصلاية لحد ما تدبل شوية، وبعد كده جزرتين مبشورين، وبرضو هقلب كده الجزر مع البصل. كل ده انا عايزاه بس يتشوح شوية كده مع السمنة. فلفل رومي متقطع صغير جدا، فلفلاية واحدة بس. وحطيت بشر برتقانة، وده بيخلي طعم الرز وريحته حلوة جدا، وحتى بيغطي على أي ريحة في اللحمة أو أي زفارة لحمة لما بتتاكل معاه. وهغطيها كده وهسيبها حوالي 3 أو 4 دقايق بس، لحد ما الاقي ان الخضار كله ده دبل او يعني اتسبك شوية، استوى شوية. هنزل بعد كده بحوالي 3 كوبايات رز، وهقلب بقى الرز مع الخضار اللي احنا عملناه. ونزلت بحوالي 700 ملي مية، ومعلقة الا ربع ملح، وربع معلقة فلفل اسود. وهقلبهم وهسيبها على نار عالية لحد ما الرز يشرب المية بتاعته. طبعا بنحط الملح على حسب ذوقنا احنا. بعد ما الرز اتشرب المية بتاعته خالص بهدي النار عليه نهائي. وعندي هنا معلقتين مية حطيت عليهم معلقة ملون غذائي، وهحط كده الملون الغذائي فوق الرز بس مش هقلب، يعني عشان يلون لي الرز، يبقى الرزاية لونها أصفر أو الرزاية لونها برتقاني ورزاية لونها أبيض. بعد ما هديت النار والرز استوى سبته حوالي ربع ساعة على نار هادية خالص، هبتدي إني أقلبه. بعد 4 ساعات الحمد لله اللحمة بتاعتي طلعت من الفرن. بصوا شكلها تحفة، دايبة، مش مستحملة أصلا، يعني مجرد كده إن أنا بس بحاول أقطع منها حتة بتتهري. الريحة مش قادرة أوصف لكم كانت عاملة ازاي. حطيتها هنا بقى في الطبق فوق الرز. بصوا منظرها دايبة دوبان يعني بجد. أولا هي سخنة جدا، مش عارفة إن أنا أمسكها، بس مجرد إن أنا بس بلمسها
فتفت متنهنهة زي ما صاحبتي بتقولي. حطيت بقى الفلفل اللي احنا حطيناه معاها وهي بتستوي كده، واللوز اللي حمرناه، وفعلا مش قادرة اوصف لكم طعمها وريحتها عاملة ازاي. يعني بصوا، ده اللي انا بقول لكم عليه، مجرد بس اني بحط فيها المعلقة بتتهري، بتدوب. الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، يا رب يعجبكم، اشوفكم فيديو جاي على خير، بالهنا والشفا مقدما، وباي باي.